كان يا مكان قصة وصارت من زمان مستمرة إلى الآن ما يطويها أي نسيان. ذاك البيت الصغير اللي في الحي القديم واللي جدرانه من طين واللي مقابل للدكان. بطلة الحكاية كانت طفلة صغيرة رغم الحاجة والفقر كانت تشبه بالأميرة. كان اسمها الجميل هو أروى، عيونها البريئة كانت قصة حلوة ثروة. ابتسامتها حكاية ما يوصفها أي شرح. لمسة من طرف إيديها هي تدور كل جرح. كلمة أب وأم وتعيش في بيت الجدة اللي كبرت في العمر حتى وصلت عمر الشدة. كان الحلم الوحيد لهذه البنت هو الدراسة، بس الفقر كان الحاجز اللي يبعد الكراسة. هل هذا بيكون الحال لما الطفل يوصل للذروة؟ نسمع باقي الفصل الثاني من قصة أروى. أروى وحلمها عسى إنه في يوم من الأيام تقدر تدخل مدرسة. شنطة وأقلام كتابة وحروف سبورة وحصص طابور ومصروف. فجأة الحلم البريء صار دمعة على الخد. ونامت الصغيرة لكن أملها في الغد إنه بكرة تشوف الحلم الوردي يتحول حقيقة. ننسى كل أيام الماضي كل ساعة وكل دقيقة. فجأة في نص الليل وبدون أي ميعاد تسمع صوت الباب يدق. خلى الخوف فيها زاد. فتحت الباب لكن ما لقت أي أحد. كانت ليلة في سماها صوت البرق والرعد. لمحت صندوق صغير مكتوب عليه جملة بالخط العريض: يا جميلة هذا الوعد. تبغى تعرف إيش لقت؟ اسمع باقي الحكاية لسه باقي الفصل الثالث من فصول هذه الرواية. هل يتغير المصير بين الخوف والفضول؟ هل يفتح الصندوق؟ افتحيه يلا بسرعة نبغى نشوف ايش يصير. اللي داخل الصندوق كان شيء مستحيل. هذا واقع او رواية صاحب الظل الطويل. كل شيء تتمنيه في الصندوق اللي قدامك. الشنطة والدفاتر والمصروف مع كامل. باقي شيء اخير مهم عبارة عن سؤال: مين هي أروى؟ هل هي واقع او خيال؟ أروى مجرد مثال في كل حي وكل مدينة. حالة تحرك المشاعر والخير اللي فيها. هي دمعة المحتاج اللي في حاجة اللي يمسحها. هي صرخة استغاثة بعد صوت اللي يسمعها. هي بسمة وانت بدك انك ترسم ملامحها. هي ألم معاناة وانت تنهي مر ألمها.